قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا احلى اخوات ومتابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. تكونوا بصحه وسعاده ومجبورين الخاطر وفي راحه البال. فيديو النهارده جميل جدا جدا، اتمنى يعجبكم واتمنى كمان تكونوا حطيتوا لي لايك واشتركتوا في القناه لو اول مره تتفرج عليا جديد. ويلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وندخل الفيديو بتاعنا. انا طبعا النهارده كنت في امتحان، وكمان الاسبوع الجاي ده كله انا قلت لكم برضو في فيديو اللي هو اللي قبل دوت، قلت لكم ان انا الاسبوع الجاي كله هيبقى ورايا امتحانات. تمام، فعندي ضغط بقى يعني مذاكره والكلام ده كله، فعشان كده يعني يوم ويوم لا وكده. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا طبعا يعني كنت قايله ان انا هنتظم يعني في الفيديوهات وانزل لكم كل يوم، بس والله يعني بيبقى غصب عني. يعني الامتحانات بقى اخر السنه واخر فرصه والكلام ده، يعني مش مثلا في النص الترم ولا كده، لان انا هعوض في الترم التاني، لا ده اخر السنه، فاهمين يعني اخر فرصة. فربنا كده يا رب يعديها على خير ويعديها لكم كمان على خير، وينجحنا وينجحكم جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى كده قلت هنضف الاوضه وكده هروشنها كده. البيت كله متنضف وتمام التمام ومفيش اي حاجه، والغدا كان معمول والهدوم كانت منشوره والمواعين كانت مغسوله والبيت كان مكنوس ومتنضف. بصوا مية مية مية. انا طبعا اما بعرف ان انا مثلا هطلع مثلا مشوار مثلا، او اللي انا هبقى ورايا امتحان، المهم ان انا صبح مثلا مش هبقى فاضيه، فببقى منضفه البيت قبلها بيوم او قبلها بالليل، فاهمين؟ بحيث ان انا تاني يوم انا عارفه نفسي ان انا تاني يوم مش هقدر ان انا اقاوم ومش هقدر ان انا اشتغل، فببقى من قبلها كده بيوم او بالليل بكون منضفة وبقى عاملة كل حاجة، حتى مثلا بعمل الغدا علشان اجي على طول اسخن والغدا يبقى جاهز. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا قلت بقى كل حاجة جاهزة وكل حاجة تمام، اما اعمل لكم الفيديو اما اعمل لكم الفيديو دوت وانضف الاوضه كمان بالمره. البيت كله كان نظيف ما عدا الاوضه دي، فانا قلت هنضفها. وطلعت كده البطانيه كده في الشمس، بصراحه الجو كان حلو. وغير كده كمان اصلا يعني قلت استفرش الفرصه بقى والجو شمس وكده، لان بقاله برضو كام يوم مش مظبط وبيجي بالليل وما بيبقاش حلو. فاصلا في دور برد كده ماشي، بحيث ان الناس برضو تلاقي عندها دور برد والكلام ده. فقلت بقى انا استفرش الفرصه والجو شمس كده وحلو، اطلع البطانيه واطلع المخده وهوي الاوضه والكلام ده كله. وهنا بقى كنت خلاص خلصت الملايه وفرشت السرير، وهنا بقى هبدا ان انا اشيل السجاده اللي على الارض وهكنس الارضيه. كنت عايزه امسحها بس انا كان ورايا شغل تاني، وكان برضو ورايا مذاكره والكلام ده. فانا قلت يا دوبك هشيل بس السجاده وهكنس واشوف اللي ورايا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه، واللي لسه محطش اللايك يحط اللايك، ولو اول مره تتفرج عليا جديد اتمنى تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد بنزله وهنزله ان شاء الله. وبعتذر لكم كلكم ان انا بقالي شويه يعني مش منتظمه في الفيديوهات وكده، بس والله غصب عني، لان الاسبوع الجاي ده كله كمان هيبقى امتحانات. والنهارده كان اول امتحان ليا في اخر السنه، فالنهارده والاسبوع الجاي بقى.
فأنا هابدأ إن أنا برضه يعني أخلّي فيديوهات معايا بحيث إن أنا أعرف إن أنا أنزّل لكم بانتظام كل يوم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيت بقى هنا خلاص خلّصت الأرضية وخلّصت السرير والدنيا بقت معايا تمام، لقيت بقى البتاعة ديّة منعكشة كده ومش متضبّطة خالص. البتاعة دي أنا باعمل فيها الطُرح، فقُلت ما ينفعش طبعًا يعني الأسبوع الجاي بقى، وأنا طبعًا لمّا باجي أطلّع حاجة من الهدوم تلاقيني بوّظت الهدوم دي كلّها. فأنا قُلت عشان الحاجة تبقى تمام والحاجة تبقى مترتبة وأنا عارفة أنا حاطة إيه والكلام ده، فهاطلّع على طول عشان برضه الوقت وكده. فأنا قُلت هاعمل الطرح كده زي ما أنتم شايفين واحطها وهاجهزها بحيث برضه إن كل حاجة تبقى مكانها، والأوضة برضه تكون منضفة الأسبوع ده كله. وهانضف البيت بقى، عارفين أنتم تنضيفة الأسبوع، هانضف بقى البيت تنضيفة الأسبوع. ولو عرفت كمان أعمل أكل الأسبوع هاعمل أكل الأسبوع، بس مش للدرجة دي يعني، هو يا دوبك يعني هاجي يعني لو غدا والّا كده حاجات بسيطة، يعني أخلّي برضه إن أنا ورايا حاجات بسيطة، بحيث إن أنا هاجي أشوف الغدا وبس، تمام. فيبقى تنضيف البيت دوّة بقى في أجازة آخر السنة بقى إن شاء الله وعليكم خير. وأنا إن شاء الله هاحاول بقى إن هو بكرة وبعده وبعده أجازة، لسه بقى الأسبوع الجاي. صلّوا على النبي يا جماعة. هنا طبعًا كنت خلاص خلّصت بقى الأوضة كلّها، كلّها، كلّها كنت خلّصتها بقى، بس طبعًا لسه فاتحة الشباك فقُلت هاسيبه الأوضة تتهوى، تمام. هاقول لكم بقى بس أكمّل كلامي بس. فالمهم كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هانضّف بقى البيت وهاجهّز البيت بحيث إن أنا هاجي يبقى ورايا الغدا وبس، تمام. جيت بقى هنا اليوم دوّة كان يوم العيد، تاني يوم العيد وأنا باعمل الفراخ، مش الفيديو لأ، وأنا باعمل الفراخ في الفيديو دوّة المقطع دوّة كان تاني يوم العيد. كنت جاية بقى من البلد، كنت بازور عمي وجيت بقى. كنا جعانين، وطبعًا أنا كنت متبّلة فراخ من قبلها بيوم، ما أعرفش أصلًا إن إحنا هنعملها النهارده. فأنا لمّا جيت قُلت بقى ما بدّيهاش بقى، ما بدّيهاش، يعني أنا لسه تاني هاعمل لأ، أنا هاطلّع الفراخ وبدل ما هاشويها أنا هاعملها بطريقة حلوة وهاعملها في الفرن. فطبعًا بقى أنا تبّلتها، أنتم عارفين إن أنا باتبّلها إزاي بقى، بصلاية وطماطماية وجزراية وقرنين فلفل والبهارات بتاعتِك بقى، وضبّطي الدنيا كده والدنيا هتبقى معاكِ تمام إن شاء الله. فأنا طبعًا كنت مبيتاها من قبلها بيوم، فأول بقى ما شُفتها قُلت بس أهي دي، لقيتها بقى بتحلى في عيني. وقُلت خلاص أنا لسه هاطلّع بقى من الفريزر وإحنا كنا جايين جعانين فصلانين يعني. فقُلت هاطلّعها وهاعمل شوية بسلة مع شوية رز كده يكون هي خلصت. وبُصّي بقى كده وصلّي على النبي، لو أنتِ عايزاها زي المشوية بالضبط حطي فحميتين وهي بتتشوى وهي في الفرن، هتبقى زي المشوية بالضبط وأحلى كمان. وبصراحة هي كانت حلوة وكان طعمها حلو، وعشان أنا اللي متبلاها طبعًا وأنا اللي كنت عاملاها. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هاعملها بقى كده زي ما أنتم شايفين، أنا خلاص رصصتها في الصينية، وهابدأ بقى إن أنا أحط التتبيلة دي بحيث إن هي برضه تستوى، تشرب من التتبيلة بتاعتها. يعني هاصُب التتبيلة دي برضه مش هارميها ولا حاجة، أحطها بحيث إن هي تستوى، تمام. لان هي مش هتستوي كده وخلاص، لا هي لازم يعني يبقى في ميه كده، فاهمين. فانا هحط التتبيله اهوت زي ما انتم شايفين بحيث ان هي تتشرب واللحم بتاعها يستوي. ادخلها بقى الفرن مع فحميتين كده حلوين محترمين، ونعمل بقى شويه رز مع شويه بسله بقى ولا شويه اي حاجه، المهم ان هي تغمس. جيت بقى هنا بقى كان في قرنبيط يترمى ولا ما يتاكلش؟ لا طبعا ما ينفعش، فعشان طبعا يعني ما يبص او ما يتبلش، فانا عملته سلقته زي ما انتم شايفين كده. وقلت لو هحطه حتى في الفريزر يكون حلو عشان ما يتبلش، فاهمين يعني الحاجه لما بتبقى صبحه كده بتبقى حلوه. فانا قلت عشان ما يتبلش انا هسلقه، ولو هحطه في اكياس وهحطه في الفريزر ما فيش اي مشكله خالص، وهتطلعيه مسلوق يا دوبك بس تعملي له التتبيله بتاعته. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا حطيتولي لايك واشتركتوا في القناة، والسلام عليكم.